السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد تطلع تصور ويا اهلك، تطلع تصور مسافر، يكون وياك بس الايفون، ومرات ما ودك تتعب بشكل وايد كبير، مرات ودك تتعب لان انت ما تصور بشكل بروفيشنال، بس عندك كاميرتك ودك تطلع بنتائج وايد حلوة كافلام قصيرة. اليوم راح اتكلم عن الاي موفي، شلون تمنتج فيه وشلون تسوي حتى تشويقه مثل ما يقولون اخواننا السعوديين اللي هو التريلر حق الفيديو اللي انت بتصوره. معاكم اخوكم عبد الوهاب الاصبحي، خلكم معي. اليوم راح نتكلم بشكل سريع او مو سريع، راح اتكلم بشكل مفصل عن الاي موفي. برنامج الاي موفي هو ضمن مجموعة شركة ابل اللي تنزلها في الاجهزة مالتها، موجود عندك باللابتوب، موجود عندك او مو موجود عفوا، تقدر تنزله باللابتوب، تقدر تنزله بالايباد، بالايفون، بالديسكتوب اللي عندك في مكتبك. البرنامج وايد سهل، وايد متميز، وتقدر تسوي فيه شغلات وايد حلوة. خلونا نبلش دايركت علشان نكسب الوقت. البرنامج طبعا عندنا البرنامج في البداية لما تفتحه راح يكون عندك الثلاث اختيارات اللي فوق موجودة. راح نبدي مع الفيديو. على اليسار فوق تشوفون علامة الاستفهام، هذه علامة الاستفهام في أي صفحة راح تلقاها موجودة، راح تبين لك الشغلات اللي شلون طريقة استخدامها. الحين عندي أنا الفيديوهات هذه. بالبداية أنت في فيديوهات تعرفهم وتبي تاخذ منهم مقاطع، مجرد ما تضغط على المقطع راح يفتح المقطع، تشغل وتشوف الفيديو اللي أنت تحتاجه. ممتاز، أنا هذا الفيديو أبي منه المقطع هذا، تدوس علامة القلب هذه، طلع عندنا تحت خط لونه أخضر. الخط هذا اللي لونه أخضر راح أقول لكم شنو شغلته، بس بختار أول شيء المقاطع اللي أحتاجها. طبعا علامة الأرنب وعلامة السلحفاة مفهومة، إن السرعة تزيد السرعة أو تبطئ السرعة. طبعا إذا عندك فيديو كبير تحتاج إنه تزيد السرعة، راح يعطيك 2x أو راح يعطيك 0.5x. فمثلا أنا أحتاج هذه الفقرة، أقول له فيفورت. أحتاج هني شيء ثاني، أقول له فيفورت. الفيفورت ليش أنا سويتهم؟ لأنه راح يعطيني أوبشن إني أختار بس الفيديوهات اللي أنا مسوي عليهم فيفورت. شوفوا علامة المثلث المقلوب اللي مكتوب عليها هني 15 على اليمين فوق، أختار منها الفيفورت، راح يطلع لي بس المقاطع اللي أنا اخترتها. أي مقطع تأشر عليه تقدر تدوس علامة المربع اللي طالع منه سهم وترسله دايركت حق الفيسبوك، او خلاص انت الحين سويت كروب حق الفيديو تقدر ترسله دايركت حق البرامج اللي ممكن تفيدك. ممكن تحت في كرييت موفي تختار الموفي، بس ما راح ادخل عليها من هني، انا راح اوريكم الطريقة بعدين شلون صايرة. خلصنا من الموضوع اللي هني، راح ننتقل الى البروجكت. انا عندي بروجكت اشتغلت فيه من قبل. البروجكت هذا طبعا راح يكون في الخيارات اللي شلون تعدل على البروجكت، او انك تمسحه، او انك ترفعه، او انك حتى تبي تطالع بس البروجكت. لو ضغطت على علامة المربع اللي فيه مثلث اللي هو التشغيل راح يشغل لي البروجكت على طول، او اني امسحه، او اني اعيد العلامة مالت البورد اللي وياه قلم، هذه علامة اني اعيد الاديت او اعدل على البرنامج. لو كنت ابي اسوي له اكسبورت نفس الطريقة اللي مساع المربع اللي طالع منه سهم للاعلى، واسوي له اكسبورت دايركت على اليوتيوب، الفيميو، الاي كلاود، ايتونز، كله متاح. راح ارجع مرة ثانية حق البروجكت. على اليمين راح تلقون فوق تسحب فيديوهات من الاي كلاود او الايتونز. الاي كلاود طبعا حتى تقدر تسحب منه بروجكت، اي برنامج يتفاعل مع الاي موفي تقدر تسوي منه داونلود. مثلا تبي تنزل تكست، تبي تنزل الحين شغالين وياي التكست والاي موفي بروجكت، اذا كان عندك بروجكت مسوي انت بجهاز ثاني ورافع على الاي كلاود تقدر تنزله من هالبرنامج.
طبعا هذه تفاصيل وايد كثيرة، لكن انا الهدف مالي شلون اذا صورت تمنتج. عندنا اخر شيء اللي هو ذيتر. الفرق طبعا بذيتر انك تبطل على طول بروجكت، ما في المربع على اليمين فوق. انا ضغطت على علامة الزائد علشان افتح بروجكت جديد، راح افتح بروجكت جديد الحين اشتغل عليه. افتح اضغط على موفي اللي هي على اليسار، يفتح لي قائمة تحت فيها شاشات اللي هم ثيمات، اقدر اختار اي ثيم منهم واشتغل عليه بالفيديو. واقدر اختار الثيم، مثلا هذا الثيم، او خلها تولي هذه، نحط ثيم ثاني احسن. شغل، راح يوريك يعني مثل هالفيديو هذا او عفوا مثل هالثيمة هذه اقدر استخدمها حق السفر. راح اختارها، اقول له كرييت، بطل لي الانترفيس الخاص في عملية الاديت. فوق علامة استفهام، اي شيء تبي تفهمه ممكن تضغط علامة استفهام اللي فوق على اليسار، يشرح لك نفس ما قلت لكم من ساعة. عندنا هني اقدر ادخل فيديو، فوتو، اوديو، اقدر اصور دايركت. الحين فتح وياي الكاميرا، اقدر اصور اي شيء ابي اصوره بالمكان هذا. راح اسكر الكاميرا ان كان فيديو طبعا او فوتو. على اليمين عندي فيديو، على اليمين فوق فيديو، فوتو، اوديو اذا كنت ابي اسحب اي صوت، او كنت ابي صور، او كنت ابي فيديو. طبعا الفيفورت هني شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي الفيديوهات اللي اخترناهم مساع كفيفورت. انا راح اختار الحين اني انزلهم بشكل عادي من خلال السهم النازل لي تحت. اذا كنت ابي اشوف فيديو اضغط المثلث مال التشغيل، اذا كنت ابي اختار جزء منه ما ابي اختاره كله اقصر من خلال الضغط على البوكس الاصفر هذا، اسحب وارجع حسب ما انا اختار. بكذي انا الحين نزلت فيديو من خلال المثلث الخاص في التشغيل تحت الشاشة اللي نعرض فيها الفيديوهات. اقول له بلاي، قاعد يشغل لي الحين الفيديوهات ويحط لي بعض الديزولفات اللي هي اساسا بالتمبلت الاساسي اللي نزلناه. حلو، هذه اساسا بالتمبلت الاساسي ما شاء الله زين. ونقدر نحط فواصل بينهم. الفواصل اللي بينهم تقدر تختار نون او ثيم او الشغلات اللي موجودة اللي هو وايب او فيد سايد، على حسب ما انت تبي. يتغير وياك الشكل حسب ما انتم تشوفون بين الكليبات، بين اول كليبين بالطريقة اللي انت تبي. لو حطيت مال الثيم، شوف الثيم اللي انت اخترته لاحظتوا اللي هو الشغلة الخاصة بالسفر. انا هني ضغطت على الريكورد راح نتكلم عنه. اذا انا اخترت هذا الفيديو وضغطت عليه ضغطة واحدة راح يعطيني تحت خيارات على اليسار. اذا كنت ابي اقص اضغط على المقص واقول له سبلت، راح يفصل لي بين الفيديوين مكان ما انا وقفت. اذا كنت ابي ارجع، في لو تشوفون التايم لاين فوق في علامة السهم اللي راجع راح يرد لي الحركة اللي انا سويتها. رد اختار مرة ثانية الكليب. ابي اتكلم عن شغلات يمكن ما تحتاجها وايد لكن هي لازم نتكلم عنها، اللي هو ديتاتش. انه لاحظوا مرة ثانية كلمة ديتاتش اللي هي موجودة على اليمين بعد ما تضغط المقص، موجودة على اليمين. إذا ضغطت عليها راح يفصل الصوت عن الصورة ويسوي حق الفيديو الأساسي ميوت. ليش؟ أنت بالصوت هذا الحين اللي تحت تقدر تاخذ مساحة أكبر من الصوت لنفس الفيديو تحطه على فيديو ثاني حتى يصير فيه تناغم بين الكليب الأول والكليب الثاني. لو افترضنا أن أنت قاعد في مكان زحمة وصار عندك كات بين كل فيديو وفيديو، إذا الصوت صار بينهم كات، اللقطتين بنفس المكان بس راح يختلف وراح يصير فيه شوية صدمة حق اللي قاعد يسمع الفيديو. فتضغط تفصل الفيديو عن الصوت عن الفيديو وتسحبه على الفيديو اللي بعده. هذا من الشغلات
اللي تقدر تسويها من خلال الصوت. زين، احنا نبي ننتقل حق شيء ثاني اللي هو ممكن تسوي دوبليكيت حق الفيديو. الحين انا على نفس الطريقة المقص، اخر شيء راح تلقون بعد الديتاتش راح تلقون مكتوب دوبليكيت، يدبل لك الفيديو مرة ثانية لو احتجت انك تدبله. عندنا بعدها السرعة، ممكن تستخدم انت السرعة اللي انت تحتاجها. لاحظوا شلون قاعد يصير في خطوط يصيرون قراب من بعض ويصيرون بعاد عن بعض، معناته انت قاعد تبطئ وتسرع. تقدر تثبت الصورة بالضغط على كلمة فريز، وتقدر تضيف وتقدر تقول له ريست يعيد لك اياها من الاول. بالنسبة للصوت واضح الموضوع، تقصر على صوت الكليب، علامة فوق راح تطلع لك انه صار ميوت، او انك ترد نفس ما كان عند الخط، وتقدر تطول عليه اذا كان الصوت نازل وتبي ترفعه. بعدها عندنا التكست، هذه اختيارات التكست، اي تكست راح تختاره راح يوريك الطريقة، بس ما راح تشوف الافكت، راح تشوف الافكت تحت قبل اختيارك بالمربعات اللي موجودة تحت. زين، في افكت واحد راح يكون اللي هو اول واحد بعد النن، اللي هو الافكت الخاص بالثيم اللي انت اخترته، اللي هو ثيم مال السياحة او مال السفر. اخر شيء عندنا الافكتات، اللي هي افكتات الصورة نفسها، فيها اختيارات وايد، ممكن تختار اي لون انت تحتاجه. بكذي احنا خلصنا عن العملية مالت الاضافات اللي موجودة تحت. ابي ارجع مرة ثانية حق فوق الفيديو والفوتو والاوديو. نقول عن الفوتو باضافة اي صورة ممكن بس تضغط عليها هو راح يحركها بطريقة مباشرة، لكن انت لو حبيت انك تختار الطريقة اللي تناسبك، بالشاشة نفسها عندك مثلث وفي خط اللي هو مال البداية مال الستارت، وعندك مثلث عكس وفي خط اللي هو مال النهاية، اللي هو اول حركة شنو تبيها واخر حركة شنو تبيها. هني الستارت ايش راح اسوي له انا؟ راح اخليها زوم اوت، راح اضغط على الان واقول له شوي دش عليها زوم عشان تبين. نرجع مرة ثانية اشغل شلون قاعد يسوي زوم اوت حق الفيديو اللي انا اشتغلته او الصورة اللي ركبتها على الفيديو. وفي بالنسبة حق الاوديو اذا كنت بتنزل موسيقى، في عندك موسيقات ملوت الثيم الرئيسي او الثيمات اللي موجودة، تختار اي واحدة تناسبك، تقدر تسمعها من خلال المثلث، اضغط عليها ضغطة واحدة يطلعوا لك السهم اللي نازله تحت انك تنزلها بالتايم لاين او انك تشغلها وتسمع الموسيقى اللي تناسبك. في حاط لك هني بعد ساوند افكت اذا كنت بتضيف بعض الساوندات حق الفيديو اللي انت قاعد تشتغل عليه، وتقدر تنزل من الايتونز او اي موسيقى انت محتاجها. اذا كنت بتصور اي شيء قدامك الحين تبي تصوره، ممكن تضغط على تحت على اليمين في علامة الكاميرا وفي يمها علامة المايك. علامة المايك ليش هذه؟ انا اذا الحين قاعد اصور بالفيديو هذا راح امسح الصوت، اذا كنت وراح بعد ما تضغط هني تقدر ترد تعلي الصوت مرة ثانية نفس ما كان. انا الحين شو اللي راح اسوي؟ ابي اسجل صوت على الفيديوهات هذه، اضغط علامة المايك اللي على اليمين تحت، الحين قاعد يعطيني المؤشر مال الصوت، صوتي شلون صاير وقت العرض. اضغط ريكورد راح يعطيني مؤشر بان الحين راح تبدا واحد جاهز. الحين انا قاعد اسجل صوتي على الفيديو نفسه. متى ما خلصت اقول له ستوب، يقول لك تبي تشوف، خلينا نشوف. واحد جاهز. الحين انا قاعد اسجل صوتي على الفيديو نفسه. متى ما خلصت اوكي طلع صوتي بايخ ما عجبني، اقدر اعيد العملية من خلال ريتاك وارد اسجل مرة ثانية، اقول له ستوب او اقول له كنسل او اكسبت اذا عجبني الصوت. هذه تقريبا اهم الاشياء اللي موجودة في البرنامج. بس في شغلة وايد حلوة، راح ارجع الحين اطلع برا، موجود عندي البروجكت وقلت لكم شلون طريقة الاكسبورت من خلال المربع اللي طالع منه سهم. اقدر اسوي اكسبورت على الجهة اللي انا ابيها، اذا كنت حتى بسيفه تحت في سيف فيديو، او كنت ابي ارفعه على كلاود او الايتون او اي برنامج انا مشترك فيه.
راح ارجع مرة ثانية الحين، راح اروح حق بروجكت جديد اللي هو التريلر. التريلر طبعا وايد 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 فكرته حلوة. الحلو بالفكرة انه تقدر تصور من خلال ستوري بورد جاهز من عند الشركة على الاي موفي، وتطلع فيديو مثل ما انت تبيه حسب خلينا نقول القصة اللي انت تبيها. اذا كانت قصة مثل هني عندي انا مثلا قصة مخيفة، او يعني فيلم رعب، يعني فكرة فيلم رعب، شوف الفيديو او شوف الفكرة. راح اختار هذا، اسوي شيء سريع، وفي اختيارات ثانية حسب ما انت تحتاج. شغل يعني افكار ومرتب. الحين راح اتكلم عن الستوري بورد انا عشان اكسب وقت. الاختيارات ممكن تشوفونها بعدين اذا نزلتوا البرنامج. راح اقول له كرييت. هني طبعا على اليمين قاعد يعطيني البرنامج اللي راح اشتغل فيه، وعلى اليسار راح يعطيني اسم الفيديو، راح يعطيني الاستديو، اللوجو ستايل اذا كنت ابي اختار لوجو ستايل غير هذا اللي هو الهاي ديفينيشن فيلم اللي هو الليت والسكه اللي انتم شايفينها. وتحت اقدر اختار اسماء الناس اللي يبون او اللي شاركوا بالفيلم اللي انا سويته. الحلو انه يكتب عربي، لكن اللي مو حلو ان الكلمات اللي مكتوبه مثل دايركتور باي، ميوزك، بروديوسر، شغلات هذه مكتوبه بالانجليزي، حتى لما تطلع بالفيديو مكتوب بالانجليزي. راح تلقون ستوري بورد مكتوب، تضغطون عليه، الحين طلع لي ستوري بورد اللي المفروض اطبقه علشان اطلع بفكره حلوه او بتريلر حلو. عندي اول شيء هني اللي هو هاي ديفينيشن فيلم، اقدر اغيرها. لاحظوها قاعد تنكتب تحت بالبدايه. اقول له دن. الحين انا سجلت البدايه راح تكون بالطريقه هذه لو شغلت. اوكي. الحين عندي مثل ما انتم شايفين على اليسار ميديوم، لاندسكيب، وايلد، ميديوم، بعدين كتابه، بعدين جروب، بعدين كتابه، بعدين لاندسكيب، بعدين وايلد، وانت نازل ليه تحت. الحين ركبت انا بشكل جدا بسيط وسريع الفيديوهات. ابي اشوف الفيديو من الاول. هني تقدر تكتب اللي تبيه. ممكن ان يكون عندك فيديوين ثلاثة، يمكن انت حق رحلتك هذه روحة المطعم ولا روحة الحديقة ما تبي تسوي فيديو كامل، ممكن تستخدم الطريقة هذه من خلال الستوري بورد، تصور صورة جماعية. الاكشن معناته شيء في حركة. هذه طبعا الطريقة لهذا البرنامج. اذا رجعت مرة ثانية ضغطت على السهم راح يفتح لي اياها كبروجكت، اقدر اقول له اكسبورت، اقدر امسحها، اقدر اشتغل بالطريقة اللي تناسبني. هذا كل اللي عندي هالحلقة. اتمنى انكم استفدتوا. البرنامج تقريبا سعره $29 اذا ما كان ينزل بشكل مجاني في الاجهزة الجديدة. وايد سهل، استخدمته في سفراتي، وبسيط جدا طبعا حق اللي يبون شغل بسرعة. اذا تعرف احد وده يمنتج من خلال اجهزته الذكيه ممكن تنقل له الحلقه، وتسوي سبسكرايب ولايك، ونشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه.